يا شباب، إيه الأخبار؟ أتمنى تكونوا بخير. هنشوف الفيديو النهاردة البودي بلاكت وازاي نتعامل معاه كاسمبلي دروينج. تمام. طيب قبل ما نشوف أو قبل ما نخش في موضوع البودي بلاكت، عايزين بس نعرف ايه الغرض من او يعني ايه اسمبلي دروينج وايه الغرض منه. يعني يمكن لما نعرف الغرض منه يكون عندنا حماسة ان احنا ايه نشتغل عليه اكتر. تمام. طيب هي الفكرة كلها، او احنا لو جبنا الموضوع من الاول، يعني انت المفروض كمهندس دلوقتي انت عايز ديزاين حاجة او عايز مثلا في ماشين في دماغك. تمام. او ميكانيزم انت عايز تصنعه. حلو. طيب فانت الميكانيزم ده هو بيبقى مكون من ايه؟ الميكانيزم بيكون مكون من مجموعة من البارتس. تمام. طيب فانت المفروض بتديزاين كل بارت الاول وبتصنع البارت دوت، صح؟ طيب بتديزاين البارت ازاي؟ حرفيا انت كلمة تصميم بارت يعني ان انت ترسم البارت ده، تمام، بالدايمنشنز بتاعته ايه المناسبة، تمام، على لوحة. طب بنرسمه ازاي؟ طبعا بنرسمه اللي هو ايه 3 بروجيكشنز، او بنرسم البروجيكشنز بتاعته اللي هي الفيجن والسايد فيو والبلان. تمام. وطبعا احنا عرفنا بقى ازاي نطبق الكلام ده في اعدادي. تمام. في اعدادي عرفنا ازاي لو احنا عندنا في بارت في دماغنا، تمام، ايه انا ازاي ارسم البروجيكشنز بتاعته او ازاي اعبر ايه عنه. تمام. طيب فدي كانت اوبجيكتيف اصلا من الرسم بتاع اعدادي. وكمان في نقطة تانية اللي هي بقى العكس بقى، لو انت جاي لك انت مهندس وجاي لك لوحة، اللوحة ديت عليها تصميم بلط زي بالظبط اللوحة ديت كده. تمام. فانت المطلوب منك او المفروض انت دلوقتي ليك يعني عندك القدرة على قراءة اللوحة ديت، ان انت تفهم ايه البلط ده. تمام. ودوت اصلا برضه كان الغرض التاني من او يعني الغرض التاني من الجزء التاني من المادة، اللي هو استنتاج الماسكت التالت. هو كان بيديك استنتاج الماسكت التالت ليه؟ علشان حرفيا اهوت انت عندك كان هو حرفيا بيجيب لك مسقطين زي كده بالظبط، صح؟ بيقول لك استنتج المسقط التالت. هو بيقول لك هو انت امتى هتستنتج المسقط التالت؟ انت مش هتستخدم المسقط التالت حرفيا غير لو انت فاهم او قارئ او عارف او مستحضر صورة البارت دوت او التو فيوز دوت في دماغك. تمام. بس فهمتهم، فبالتالي هتقدر ترسم الماسكت التالت. غير بقى طبعا لو انت بصمج طبعا وشغالين بالستبس اللي انا كنت بقول عليها. حلو. آه... بس. تمام. طيب فاحنا دلوقتي خلاص صنعنا البلط او صممنا البلط وصنعناه. بعد ما بنصنع البلط بنعمل ايه؟ بنجمع البلط ديت مع بعضها. طيب فاحنا المفروض بقى هنجمعها مع بعضها بناء على ايه؟ هقول لك حاجه زي بمعنى صح، انت لما بتشتري ماشين جديده، او مثلا يعني اشتريت حاجه جديده، الحاجه دي بيكون جاي ومتفككه، بيكون جاي معاه ايه؟ بيكون جاي معاه كتالوج، صح؟ الكتالوج ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه رسمه كده حرفيا بالتجميعة بتاعتها. بيقولك ان انت بالت واحد متجمع مع بالت اتنين بالطريقة كذا، داخل او شابك في الاتنين، مش عارف بالت هنا ايه، بالت تلاتة، صح؟ بس فانت جمعت على اساس ايه؟ على اساس الاسمبلي دروينج اللي هي كانت مرسومة في الكتالوج. تمام. بس فانت كمهندس بقى دلوقتي انت مطلوب منك ان انت ايه؟ ما هو دوت من ضمن الديزاين. انت مش طبيعي ان انت صممت شويه بطاط ومش هتبقى عارف تجمعها. لا، انت صممت عربيه، فانت مثلا زي عملت الكاوتشات، عملت البيبان، عملت البادي، عملت الشاسيه. طيب وبرضه من دورك كمهندس ان انت تقدر تجمعه، فانت هتجمعه بناء على ايه؟ برضه بناء على الديزاين بتاعك او الاسمبلي دروينج اللي انت رسمتها اصلا من الاول. فاحنا بقى دوت غرض المادة ديت، ان انت تتعلم ازاي ترسم اسمبلي دروينج علشان على اساسها هتجمع بقى. تمام. اللي هو انت ازاي ترتب افكارك على اللوحة، ده مجمع زي ما عرفنا ازاي احنا بنرتب افكارنا مثلا وبنصنع على اساسها اللي هو ايه البارت. تمام. بنرتب افكارنا على اللوحة، او بنديزاين مثلا بارت على لوحة وبنصنعه ايه على اساس اللوحة ديت. برضه هي نفس الفكرة. تمام. بس فدي فكرة الاسمبلي دروينج. فالمادة ديت هي مهمة جدا بالنسبة لك او بالنسبة لمهندس اي، يعني بالنسبة لكل المهندسين.
وبالنسبه لمهندس ميكانيكا طبعا وبالذات مش هقول بتاع انتاج وبتاع باور، لان هي حرفيا هي مهمه يعني مهمه لينا قوي. تمام طيب. طب ازاي بقى يعني ده معنى المادة او الغرض من المادة بشكل عام. طيب ازاي بقى انا اهوت خلاص جالي ديزاين في اللوحة اهيت، حد صمم لي بودي براكت. تمام. وجاب لي هي لوحة بالبارتس بتاعتها، ازاي بقى انا اجمعها ازاي. سوري ثواني. اي ازاي ازاي احنا بقى نجمعها. تمام. فانت حرفيا هو الموضوع اشبه. تمام. اللي انا هقوله بقى من دلوقتي حرفيا الستبس بتاعتك بتاعت الامتحان او الستبس اللي هي بتاعت تعاملك مع اي لوحه. تمام. انت الاول هتفهم او هتبدا تتعرف على كل بارت موجود عندك في اللوحه. تمام. اللي هو احنا هنا لو اتعرفنا عليهم مثلا انت دخلت الاول يعني، ده اللي المفروض يحصل منك ان انت اول لما تجي لك ورقه الاسئله هتبدأ تشوف ايه البلاطات اللي فيها وهي فين موجودة فين في اللوحة. تمام. فاحنا هنا اول حاجة موجودة عندنا البراكت. تمام. فين البراكت ده؟ اهو هنا قايل لي ان ده البراكت اهوت نمبر 1. حلو. وتعلم كده على كل الفيوز بتاعته عشان مفيش فيوز او فيو يطير او يعني الفيوهات ما تخشش مع بعض. تمام. تعلم مع بعض كده كده. حلو. طيب ايه البالت التاني؟ قال لك البادي. اه فين البودي البودي اهي. حلو. طيب بعد كده الوشر. فين الوشر؟ ادي دي اهي الوشر. طيب فين اللوكر؟ او ده اللوكر رقم 4. بعد كده البولت. فين البولت؟ ادي ده البولت رقم 5. بعد كده البناية. لقيت بقى في اللوحة عندك البتاع دوت او الرسمة دي. ايه الرسمة دي؟ دي حرفيا دي رسمة سكيماتيك. وطبعا استحالة يجيلك في فاينل حاجة زي هي الرسمة سكيماتيك بتوريك التجميعة. يعني انت المفروض ان انت لما ترسم يعني تطلع لك حاجة شبه البتاع ده. ممكن نقولها او نبص عليها يعني في الاخر. حلو. بس طيب انت فهمت او يبقى احنا دلوقتي اول حاجة عملنا ايه؟ شفنا البهارتس بتاعتنا وعلمنا عليها ايه على ورقة اسئلة. طيب هتبدأ بقى بعد كده تعمل ايه؟ تتعرف او تبص كده بصة على الدايمنشنز بتاعت كل بارت. فاحنا هنا لو بصينا على البراكت هنلاقي ايه الدايمنشنز الاساسية او يعني ايه اللي في بلاش ابعاده. يعني انا ببص مثلا لو في هول بشوف الهول ديت ديامتر قد ايه. تمام. فاحنا هنا مثلا لو بصينا على البراكت ده. تمام. فانا دوت في هول ايه؟ في هول بديامتر 20. تمام. طيب فساعتها اروح ادور بقى على اي حاجة تانية عمود مثلا هو برضه بديامتر 20. تمام. هو حرفيا هو او يعني لو جينا رجعنا تاني باختصار هي انا ازاي اتعامل مع اللوحة او ايه فكرة الاسمبلي دروينج. حرفيا بازل. هو بيجيب لك شوية بلطات كده. تمام. انت بتعمل ماتشنج للدايمنشنز. تمام. وبتجمع البارتس ديت مع بعض. تمام. لقيت هول مثلا 20. فاكيد الهول 20 ديت هيخش فيها عمود بديامتر 20. تمام. بس لقيت مثلا سيلد هول بديامتر 18. فاكيد دي هيركب فيها برضو بولت بديامتر 18. ولقيت مثلا ووشر بديامتر برضو انر ديامتر 18 او اكبر شويه. فاكيد الوشر ديت انت عندك مسمار يبقى اكيد المسمار ديت انا هحط تحته الوشر علشان لما اجي اربط مثلا ما اعملش ايه، ما يحصلش عندي ويل في في الفريم. تمام. بس فهي حرفيا بازل ومش بيسند بس فكر مثلا في حاجه زي الوشر ديت ان الوشر ديت دي حاجه زياده فهعمل بيها ايه. لا دي اكيد هي مثلا بتتحط في جزء علشان عشان يعني امنع ان يحصل عندي ويل مثلا او حاجه. حلو. بس تمام. اه فاحنا هنا لو رجعنا بقى تاني للرسمة انا قلت ان انا عندي براكت. لقيت في البراكت دوت هول بديامتر 20.
فاكيد ديت هيركب فيها حاجه ايه ديامتر 20. طب ايه الحاجه هنا اللي ممكن تركب هنا؟ فاكيد مفيش حاجه، اكيد الوشر مثلا مش هدخلها في الرول بتاعت البراكت. تمام. اكيد هروح ابص على البولت ده. تمام. وفعلا لو بصينا على البولت ده فهلاقي ان فعلا البولت ده هو هنا الجزء ده هو بديامتر 20. تمام. بس فاكيد البولت ده تمام هو هيخش في الهول ديت او في البراكت ديت، يا من الناحيه دي يا من الناحيه دي. تمام. واكيد يعني هيخش او هيركب لحد فين؟ اكيد لحد هنا ايه الديامتر الاكبر اللي هو 30 ده. تمام. طيب يبقى انا كده خلصت من البراكت. اكيد في البراكت ما فيهاش اي هولز تانية ممكن اركب فيها حاجه. تمام. طيب لو جينا بصينا مثلا رحنا للبادي ديت. تمام. برضه البادي ديت الاقي فيها ايه؟ الاقي فيها هول بديامتر 30. طب ما هو برضه بديامتر 30، يبقى انا عايز حاجه ديامتر 30 تركب فيها. فهنا برضه لو رحت بصيت للبولت فهلاقي ان البولت الظهري بتاعه ده برضه بديامتر 30، فاكيد دي هتخش او هتركب ايه؟ هتركب هنا. تمام. طيب لقيت برضو الوشر هي فيها هول بديامتر 30، فاكيد ديامتر 30 برضو هتركب هنا ايه مع ديامتر 30. فاكيد هي هتركب يا قبل البادي. يعني مثلا انا لو انا عندي ده، ثواني كده نمسح الزيطه دي. اه لو انا عندي، احنا قلنا ده البولت حلو، عندي البادي دي بديامتر 30، فانا ايه اكيد اركبها اهي كده. تمام. حرفيا عملت ماتشنج دايمنشنز، هول 30 ركبتها في بولت ديامتر 30. تمام. واكيد الوشة دي برضو هي ديامتر 30، فهركبها بعديها كده هنا برضو ايه بديامتر ايه 30، او هركبها او كده بعديها على ايه، على البولت. حلو. ف بس هنا في حاجه زي كده احنا ممكن نقف شويه، اللي هو انا طب ما انا الوشة دي انا ليه ركبتها من الناحيه دي وما ركبتهاش من الناحيه دي؟ ما انا كان ممكن اللي هو ادخل الوشر الاول وبعد ما ادخل الوشر ادخل البادي. حلو. انا ليه هنا دخلت البادي الاول وبعد ما دخلت البادي دخلت الوشر؟ حلو. طيب هقول لك بس، تعال نشوف بس الحته اللي بعدها. تمام. ممكن هنسيبها كده دلوقتي. طيب بعد كده انا يبقى انا جمعت دي مع دي مع ايه البولت. حلو. طيب وقلنا برضو ان انا البولت بقى هنا هو ده ديامتر 20، قلنا ان اكيد ده بقى ايه هيخش فين؟ هيخش هنا في البراكت. حلو. فانا ده اهو هقسمه بقى ايه، او ممكن او هحطه كده حرفيا. ده البولت يعني رسم كده بس برضه سكيماتيك كده في السريع اهي، يعني نفس الرسمه دي. ده البولت، ده البادي، وبعدها ايه الوشر ده هيتهيأ من الناحيه دي فين؟ في البراكت. حلو. بس طيب يبقى انا كده ايه جمعت كده، او قلنا الوشر بالبودي حطيتهم في البول. حلو. والبول ذات نفسه جمعته مع ايه مع البراكت كده. حرفيا متبقي لي ايه؟ متبقي لي التو بارتس دول. تمام. طيب ابص على اللوكال، لقيت ان اللوكال هو بديامتر 20، فديامتر 20 يبقى اكيد برضه هيخش فين؟ هيخش في ال في في البولت. حلو. طيب واكيد بالعقل هسنتر، انا لقيت اهوت في هنا ايه في هوله هي بديامتر 6، فاكيد هسنترها برضو مع الهول اللي هنا اللي بديامتر 6. تمام. فانت بس عارفين انت مطلوب منك ان انت في الاسمبل دروينج تكون برسم صح. تمام. يعني مصحصح والباط وعينك مفتحه وشايفه كل الهولز وكل الدايمنشنز اللي فيه. تمام. طيب طب هنا في تو هولز منطبقين مع بعض، فعندك هنا في بنايه برضه بديامتر 6، فاكيد البنايه ديت ايه او هتخش ايه هتمسكهم ببعض عشان ايه؟ عشان البولت دوت ما يطلعش. بس هي دي الفكره. حرفيا انا هرسمهم على بعض بالمنظر ده، اجمعهم مع بعض بالمنظر ده.
تمام. فايه الرسمه دي قلنا دي رسمه سكيماتيك، هو جايبها لك كده بس عشان ايه يسهل عليك الموضوع. تمام، يقول لك ان انت التجميع هتبقى شكلها عامل ازاي. تمام. طيب، فده حرفيا كل اللي احنا بنعمله في الاسمبلي دروينج. هو انت اول لما بتجيلك اللوحه بيبقى مطلوب منك ان انت تشوف بس ايه، بتتعرف عن اللوحه، تشوف اللوحه ديت ايه لايه بالظبط، فديت بودي براكت. طيب طب ايه البارتس اللي فيها، طب البارتس اللي فيها هي فين في اللوحه. حلو، وحددتها وحددت الفيوز بتاعتها، خلاص تمام. ابدا بقى ايه العب باصل كده على اللوحه وارتب افكاري على اللوحه. فاكر في رسم اعدادي لما كنا الاول التو فيوز اللي هو كان بيجيبهم كنا بنقطعهم وكنا بنقشرهم على ورقه الاسئله بعد كده بنقلهم في اللوحه. انت برضو كذلك هنا حاول ارسم رسمه سكيماتيك زي كده. تمام، بس خفيفه بحيث ان انت تكون عارف انت هتعمل ايه، هتجمع ايه مع ايه وهتجمعه ازاي. تمام، عن طريق ان انت حرفيا هتلعب بازل، هتلاقي هول 20 فاكيد الهول 20 ديت هيخش فيها ايه عمود ايه 20. حلو بس. طيب لعبت بازل، قلنا مع البازل ديت محتاج بس شوية تفكير سيكا عشان تجمع صح، زي ما قلنا ان انت حاجة زي كده. يعني نرجع بقى للنقطة ديت تاني، انا ليه هنا حطيت البادي الاول وبعد ما حطيت البادي حطيت الوشر دي بس. هي الحتة يعني المطلوبة منك تكون يعني السنس بقى هنا حرفيا، هنا بقى يعني دي حتة الفكر اللي المطلوبة منك. فانت حرفيا انت لو مفتح مثلا في المادة ديت مع شوية فكر مشغل دماغك وفاهم اللوحة او الميكانيزم وخلاص انت قفلت المادة. تمام، فاحنا هنا بالعقل. هو ايه فكرة بقى، نعرف ايه فكرة البودي بلاكت. فكرة البودي بلاكت ديت هو حرفيا، هو البودي بلاكت يعتبر برضه هو ترانسميشن شافت. هي حاجة بتنقل لي الحلقة. ازاي؟ مثلا انت عندك موتور، ده موتور اهو. حلو، طيب الموتور دوت كان بيدور لي ايه، كان بيدور لي برضه هنا بودي برضه. تمام. طيب البودي ديت معروف ان بيبقى فيها سير، فده ايه، فده الموتور الاساسي اللي هو هنا ايه الدرايف. طيب الدرايف ده انا عايز ادور زي شفط مثلا او سكينه سو. فانا بعمل ايه، فانا بوصل، بما ان انا عندي هنا كانت يعني التوصيل هنا وشويه بايظ ببعضها مش جير. تمام، فبما انه ان انا عندي بمعنى صح ان انا بادي هي اللي مرتبطه او اللي بيدورها الموتور، فانا لازم اجيب جنبها بادي الناحيه التانية. طب البادي ديت هحط عليها ايه، طب انا قلت ان انا عايز ادور ايه شفط، فانا البادي ديت هركب بقى عليها ايه شفط. واكيد البادي بالشفط هيبقى هما واقفين ايه على الفريم اللي هو البراكت هنا. تمام، بس طب الشفط دوت هو علشان ما يطلعش من البراكت، فعملت ايه، فحطيت زي نط او اللي هو اللوكال ده، وعشان اللوكال ده برضه ما يطلعش فقفلت هنا ايه ببني كده. فبالتالي اهو، يعني لو جينا بصينا رسمه ما السكيماتيك دي، انا لو جيت شديت البولت دوت كده هل هيطلع؟ لا مش هيطلع. ليه؟ لان البن ده هيخبط في في البراكت. تمام، او في الفريم بمعنى اصح. حلو بس. فانا طبيعي هي ديت دي هول 20 والبولت ده هول 20، بس استحالة انا هدخل اللوكال ده مثلا الاول. فانت لازم يكون عندك حته الفهم ديت، لا ان انا اكيد هحط البولت وبعد ما احط البولت هحط اللوكال ديت واقفل ايه عليه من الناحيه التانية علشان ايه ما يطلعش. تمام بس. يعني زي بالظبط فكره المسمار والصاموله، انت حطيت المسمار تمام او مسمار وقفلت بالصاموله. استحاله مثلا هيكون عندك المسمار كده هتحط يعني انت المسمار مثلا هيكون عندك كده هتحط الصاموله كده وتبقى الجوينتس عندك كده. استحاله، لا انت بتحط المسمار وبعد كده الصامولة هنا بس. فهو ده السنس اللي المفروض يكون عندك. طيب ووشر زي كده. طيب انا ليه قلت برضو ان الوشر ديت انا هركبها بعد البودي مش هركبها ايه ورا البودي. سنس برضو تفكير هندسي، لان انا عندي، لان انت عندك البودي ديت، انت قلت ان انت عندك ده الموتور بيدرايف البودي ديت. تمام، فالبودي ديت ايه بتلف، فهي لما تلف اكيد هتحك او بمعنى اصح هيحصل فيه وير وفيكشن مع الفريم اللي هو البراكت. تمام، ف... فاكيد هيبوظ هيتاكل. طب انا عشان امنع التاكل دوت فاعمل ايه، فاحط الوشر ديت ما بين ايه، ما بين البراكت وما بين ايه، ما بين البراكت
وما بين اللي هو ايه البودي. تمام. علشان هنا لو في حاجة هتتاكل، فايه اللي يتاكل؟ الوشر هي اللي تتاكل وتترمي وابدلها بالصورة. تمام بس. فانت فهمت. فاحنا فهمنا كده التجميعة. تمام، ان حرفيا اهو لو مسحنا بقى الزيطة دي، فان انا عندي هنا ان انا عندي هنا ال البولت ده حرفيا هدخل فيه البادي دي ووراها الووشر، هاخد التلاتة دول هحطهم هنا في البراكت. تمام. هحط اللوكر ديت واقفل عليهم ايه بالبن. تمام. طيب انا ازاي بقى ارسم ده؟ تمام. فانت دايما يبقى احنا كده خلاص رتبنا افكارنا على اللوحة. طيب ازاي بقى ايه نطبق او ازاي نرسم ده؟ تمام. فاحنا عندنا هي دي اللوحة بتاعتنا. تمام. طيب نرسم ده ازاي؟ حاول ابدأ بالبولت او ابدأ بالشفط. ليه؟ لان البولت او الشفط مش بيتهشر او مش بيتقطع، او هو حرفيا هو اللي بيترسم سليم والحاجات بتركب عليه. تمام. بس. فانت برضو حاول اعرف انت هتبدأ منين. هو اللي بيترسم سليم والحاجات يعني مش بعمل فيها هاتشنج او بقطعه. لا، انا حرفيا هاخده كده كوبي بيست، فعلى طول ابدا بيه ايه هو الاول وابدا بقى ايه احط الحاجات عليه. تمام. في ناس بتيجي بتبدا بالفريم، مش هيكون ده الكلام ده احسن حاجه. تمام. فاحنا هنا حرفيا اهوت عندنا هنا السنتر لاين. تمام. مهم تحط السنتر لاين طبعا متقسم اللوحه. وبعدين هنا ايه فوق وتحت بقى 25 فوق وتحت و15 فوق وتحت وهنا 10 فوق وتحت. تمام. ترسم اللي هو هنا ايه هنرسم البولت ايه ده. تمام اهو. تمام. انا طبعا لما كنت برسم الخطوط الهوريزونتال كده الاول، وبعدين كنت بقفل ايه بالخطوط الفيرتيكال دي. تمام. تمام. ما تنساش الشنفر، وهنا عامل لك شنفر تعمل برضو شنفر. تمام. طيب هنا خلي بالك ان هنا في هول، فانت الهول ديت تبقى عامل حسابها من الاول، ومش ايه ومش قافل هنا. تمام. عشان ما تمسحش يعني. تمام. طيب رسمت ايه البولت، صح؟ طيب خلاص رسمت البولت، قلت ان احنا هنرسم بقى ايه او هيركب عليه ايه الاول البادي، فبالتالي ارسم عليه البادي كايه وهي هنا بقى طبعا انا مرسم البادي هاخد هنا ايه سيكشن الديفيجن ليها. فانت طبيعي لما تاخد سيكشن الديفيجن لما تقسمها من النص وهي جزء السنتر، فالجزء ده كله هيحصل فيه هاتشنج ودوت هيبقى سوليد ودول هتبقى سوليد. فالخطوط دي كلها مش هتترسم. تمام. فانت هترسم الاوت لاينز ايه بس. تمام. طبعا مهم جدا تكون عارف البادي هي هتخش في البولت يعني قد ايه، وهيبقى عندك كده من البولت قد ايه. تمام. فانت لازم تكون عارف بعد دي قد ايه. تمام. وبرضه الدايمنشنز بتاع او عرض البادي قد ايه، فعرض البادي 40. طيب هنا ولكن هنا يبقى العرض ده قد ايه حرفيا يبقى 190 ماينس 20 ماينس 120 اللي هو يبقى كام 190 ماينس 140 اللي هي تبقى عندك ايه 50. فانت طبيعي لما ترسم البادي هيبقى عندك هنا ايه سنتي او 10. تمام. هترسم البادي ازاي اهي كده. لو اخدناها بقى بلون تاني هتطلع بالبادي. تمام. فيرتيكال فوق وتحت طبعا بالارتفاع بتاعك اللي هو يبقى 50 فوق او 50 من تحت من السنتر لاين، وهتمشي بيه الهوريزونتالز ديت اهي. تمام. ما تنساش تسيب اللي هو ايه او تظبط الدايمنشنز بتاعتك. انت لو ظبطت الدايمنشنز بتاعتك هتلاقي ايه نزلت وثابت السنتي او هي ركبت ايه اهيت على على البولت. حلو. طيب
قلنا بعد البادي هيبقى عندنا في الوشر، وفعلا الوشر هنا. طب نبص على الوشر عرضها قد ايه عشان نشوف. لو عرضها 7 يبقى اكيد هيبقى مثلا هنا 3 ملي. تمام، فهيبقى دي نهايتها. فمهم نشوف يعني نظبط الدايمنشنز بتاعتنا عشان ميبقاش في حاجة يعني زيادة، او لان الملي هنا بنتحاسب عليه. بوظت الديزاين هتلق بمعنى اصح. تمام، البولت في البراكت هيلق. تمام. بس فقلنا ان الوشة ديت هي الديامتر بتاعها 50. تمام. الاوتر ديامتر بتاعتها 50. الانر ديامتر اللي هي 30 نفس هنا ايه الديامتر وعرضها آه سنتي. فحرفيا هتيجي كده اه. تمام. فانت هنا واخد بالك، لازم مهم جدا تكون واخد بالك ان شايف ازاي انا برسم او بجمع على البولت. وطبعا انت هنا الطريقه او الموضوع حرفيا سهل كده جدا، يعني اللي هو انت يعني زي ما بتمسحش. انا رسمت البولت كامل وبرسم عليه، او برسم الحاجات بقى ايه اللي يعني الحاجات اللي هتركب عليه. يعني حرفيا اللي هو انا عايز اقول لك اللي هو ايه، يعني خطوات الرسم بتاعتك، الخطوات اللي انت ترسم بيها نفس الخطوات اللي انت هتعملها في الحقيقه. انت في الحقيقه يبقى عندك بولت الاول هتحط فيه ايه، هتحط فيه البودي. فانت ايه ترسم البولت كامل، وبعد كده ترسم البودي. بعد ما ترسم البودي هتحط ايه، هتركب الوشر، يبقى انت ترسم الوشر عليه. تمام. بس فانت الخطوات اللي انت مثلا هتعملها حقيقي وهي كانك بتجمع البودي بلاكت ديت ترسم بيها، هتساعدك وهتسهل عليك جدا في الرسم. مش هتلاقي نفسك بتمسح او يعني هتلاقي نفسك مش بتفكر طب ايه اللي هيظهر وايه اللي مش هيظهر وايه اللي هيتمسح. تمام. طيب كده احنا كده ايه خلصنا التلاته دول ببعض. كده فاضل اللي هو ايه، فاضل بعد كده قلنا بعد الوشر هيبقى عندك ايه البراكت. حرفيا هترسم البراكت، هي برضو الديامتر بتاعها هنا 60. تمام. فهترسم بقى هنا البراكت برضو على ايه، على البولت. هترسم براكت على البولت. اه. تمام. واحد يقول لك ازاي ده هي البادي، لا احنا قلنا ان احنا نبدا خلاص بقى ايه بال بالبوست. حلو. بس فانت هنا هي بديامتر 60. فتلاقي ان هي البراكت هيبقى في فرق 5 مللي كده فوق و5 مللي تحت. تمام. وهتطلع بقى عندك اللي هو ايه البراكت كده. تمام. تمام. هتظبط بقى ايه او وهترسم البراكت. طبعا لما تيجي تاخد سيكشن فيو تمام من النص، فاكيد الهولز ديت مش هتظهر معاك. تمام. وهيكون عندك الويب هتيجي كده. تمام. استحالة الويب استحالة تيجي بالمنظر اللي انا رسمها بيه فانت برضه ليه، لان انت طبعا ان انا مش راسم بسكيل، فهتلاقي الدنيا ضربة. تمام. بس انت مثلا لو انا عايز اقول لك مثلا انت بترسم وبالصدفة حصل منظر يعني، او انت جمعت بطريقه. تمام. او انت مثلا رتبت افكارك على اللوحه، ولما رتبت افكارك على اللوحه وجيت ترسم حصل معاك المنظر هل تسيبه؟ استحاله، لان الكلام ده كده مش منطقي. ليه؟ لان انت البادي ديت لما تيجي تلف اكيد هتخبط ايه في الويب، هتكسره، هيحصل دامج عندك، الدنيا هتبوظ. اكيد مش منطقي. تمام. طيب بس طبعا ايه، انت لما تيجي ترسم بالدايمنشنز مش هتلاقيها كده، هتلاقي الويب تحت شويه. حلو. طيب يبقى انا كده ايه خلصت ايه البادي. تمام. قصدي خلصت البراكت. طب بعد البراكت انت في الحقيقه هتعمل ايه، هتخش بقى ايه بالنط او باللوكال بتاعتك. تمام. طب اللوكال هنا بديامتر 20، اكيد هتسنتر ايه هتسنتر السنتر ده مع السنتر ايه، مع السنتر ده. فانت هنا اعمل سنتر لاينز هنا ويمين وشمال. هتطلع ترسم ايه ترسم اللوكال ديت اللوكالايه ديت. حلو. اهي. تمام. وما تنساش برضه تسيب الفراغات، لان انت عارف ان انت عندك في بين ايه هتيجي ايه كده. تمام. بس طيب بعدين
لسه لحد دلوقتي البولت ده انا لو شديته كده هيطلع. طب عشان ما يطلعش فعملت ايه؟ فحطيت البن بقى اللي هي ايه 6، رسمتها هنا. ما تنساش اللي تشنفر. تمام. وهنا برضو ايه اللي تشنفر هتلاقيها. هي المفروض هي موجودة هنا، بس يعني بس هي هنا مش واضحة الرسمة، الريزوليوشن والكواليتي بتاعتها. يعني مش عارف دي رسمينها بايديهم ديت ولا رسمينها بايه. بس انت هنا لو لاحظت هتلاقي الحتة دي تخينة، هنا في شنفر برضو. تمام. هنا في في شنفر كده. تمام. اهي. يبقى كده حرفيا. تمام. انت عندك هنا برضو خطين مايلين هنا بزاوية 60. تمام. ومقفولين كده. تمام. بس فهي دي كده حرفيا البودي براكت. هتطلع معاك الرسمة بالمنظر ده. طب بعدين هتبدأ ايه تعمل ايه هاتشنج. هتعمل هاتشنج فين؟ هتعمل هاتشنج بقى في الجزء اللي اتقطع. تمام. حاول وانت بتعمل هاتشنج خلي الهاتشنج عندك واسع كبير. ليه؟ لان انت حرفيا المفروض بقى ديت كلها بارتس، او انت عندك البول براكت ديت هي مكونه من كذا بالت هما موجودين على بعض. فانت عشان تميزهم، فانت لو انت عملت الهاتشنج كله بنفس العرض وفي نفس الاتجاه فانت سيحت الرسمه كلها على بعض. حلو. فانت عشان تميز كل بارت، تمام، فانت كل بارت بتعمل يعني زي بتعمله بهاتشنج ايه مختلف. تمام. ومثلا البالت دوت هو الهاتشنج مايل الناحية دي، لا في البادي هيبقى الهاتشنج مايل الناحية التانية ب45 الناحية التانية. تمام. و... والمسافات بقى ما بين الهاتشنج ايه صغيرة وكبيرة بقى متنوعة عشان ايه عشان تفصل. تمام. ما بين البارتس وبعضها. تمام. بس ادي الوشر هعمل فيها هاتشنج. البن مش بعمل فيه هاتشنج، ولا البن اللي هو يعني الحاجات الستاندرد مش بعمل فيها هاتشنج اوي، اللي هو البن البولت. تمام. الشافت مش بتعمل فيه هاتشنج. تمام. اه تعمل هاتشنج هنا في اللوكر. حلو. بس تمام. هتكون ديت بقى ايه الرسمة النهائية ايه عندك. كنت شفت على الجروب كان حد قال طب هو انا ليه البولت ما دخلوش من الناحية دي اصلا؟ يعني مش منطقية يعني. تمام. هو ممكن، بس هو هنا تقريبا هو راسم لك السكيماتيك ديت حلو عشان يقول لك ان انت لا البولت هو يخش من الناحيه دي، لكن هو ما فيهوش اي مشكله ان هو لو دخل الناحيه التانية عادي. انت هتحط البولت برضه وهتحط بعدها البادي وهتحط الوشر بقى من الناحيه دي وهتقفل من الناحيه التانية. تمام. بس هنا في الرسمه ديت او الديزاينر او اللي هو المخرج هنا عايز كده. تمام. بس لكن خلي بالك ان هو ممكن الرسمه ديت كلها يعني نفس الرسمه ديت يجيبها لك كار بيست في الميد، بس يعمل لك ايه يطول لك طول البادي شويه بحيث ان هي لو انت ركبتها من الناحيه دي لما تيجي تلف هتطير لك الويب. فانت طبيعي بقى ايه تركبها الناحيه التانية. طبعا هو لو جاب مثلا رسمه زي كده في الامتحان فتلات ارباع الدفعه عارف ان الرسمه ديت لا ده احنا اشتغلناها قبل كده هوم وورك واشتغلناها كده ان انا دخلت البولت من الناحيه دي هيعملها كده طبعا هيشيل لي الامتحان. تمام. بس فدي برضو يعني انا هنا اللي هو انا عايز اقول لك يعني عايز اوصل لك ان امتحانات الميد بتيجي في الرسم في الماده دي ازاي. هو بيجيب لك حاجه انت اخدتها بودي براكت وول بيرنج ترانزميشن شافت. بيجيب لك حاجه انت اخدتها بس بيعمل لك ايه يعني حرفيا هو ممكن تكون لوحه انت قسمتها قبل كده بس بيعمل لك ايه بيعمل عليها بس يعني كام تعديل كده. تمام. بس حرفيا. تمام. كده احنا المفروض خلصنا. يا رب يعني تكونوا او تكونوا استفدتم ان شاء الله باذن الله يعني في نهاية الفيديو آه يكون يعني يفرق معاكم ان شاء الله باذن الله. وبالمناسبة برضو رسمة انيميشن هسيبها لكم في الاي اللي فوق اللي هتظهر على الشمال. ممكن تتفرجوا عليها برضو تشوفوا التجميع ازاي. آم، وبس ما تنسوش بقى تصلوا على النبي كده ان شاء الله والدعوة وما تنسوناش يعني من دعواتكم. بس السلام عليكم ورحمة الله.